ولن يكون جغرافيا تجاريا واقتصاديا في العلاقات بين القارات هو أمر مستحيل. وبالتالي نحن لسنا ضد أي علاقة بين الجزائر وموريتانيا، لكننا في المملكة المغربية حريصون شديد الحرص على مصالحنا العليا في المملكة المغربية وعلى سيادتنا وعلى وحدتنا الترابية. وذكرت منذ لحظات أن موريتانيا أيضا دولة ذات سيادة، الجزائر كذلك دولة ذات سيادة. هنا أود أن أسأل بأن ضيفي تحدث عن هذا الأمر وهي مسألة محورية في هذه المرحلة. هل ثمة فعلا، حتى أعود إليك دكتور سليمان الشيخ حمدي أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمني والاستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء، هل نحن أمام توطئة في الذهاب إلى أبعد في هذه العلاقة الموريتانية الجزائرية؟ وضح، هل ثمة رغبة لدى الجزائر في التوجه فعلا نحو إنشاء تحالف إقليمي جديد بسبب الخلافات مع المغرب تشمل تونس أيضا في ظل تعثر حتى عمل اتحاد المغرب العربي يا دكتور؟ شكرا. اعتقد انه الجزائر وكذا موريتانيا وتونس ومالي والسنغال من حق اي دوله ان تقيم التحالف الذي ترى انه يسعى الى الحفاظ على مصالحها، ومن الظلم ومن الحيف ان تكون دوله اخرى تنظر الى هذا التحالف على انه يسعى الى الاضرار بها. موريتانيا والجزائر يجب ان يقوموا بهذا التحالف، كما كذلك المغرب إذا أرادت أن تقوم بهذا التحالف مع موريتانيا فمرحب بها، لكن أن تشترط المغرب على التحالف مع موريتانيا أن تنفض يدها من الجزائر أو تعادل الجزائر، فهذا أعتقد أنه هو ظلم ولن يقبل في السياسة الموريتانية. هذا لم يطلبه ضيفي. الجزائر دولة قوية، هي ليست محتاجة. لم يطلب. الجزائر ليست محتاجة إلى أن تستجلب دول أخرى من أجل إقامة علاقات معها على حساب المغرب. علاقات الجزائر والمغرب هي علاقات لا تخص موريتانيا. الجزائر وموريتانيا يعالجون علاقاتهم بشكل ثنائي. أما أن نتكلم عن علاقات استراتيجية بين موريتانيا والجيزير، فهذه علاقة استراتيجية ممتدة. بل أزيدك من الشعر بيتا أن هناك تنسيقا أمنيا كبيرا. نحن لدينا حدود تقارب 1500 كيلومتر مع الجزائر. هذه حدود تعتبر من أخطر المناطق التي في غرب أفريقيا. نجاور مالي التي فيها جماعات إرهابية كبيرة. هل تريد من موريتانيا أن لا تنسق مع الجزائر وأن لا تدخل في تحالف معها؟ نحن نرى أن فاغنر أصبحت على بعد من الحدود الموريتانية. هل تريد من موريتانيا أن تعمل كما تعمل النعامة وتدس راسها في فهمت منك أنه على المغرب أن يتفهم عشان بلد آخر؟ أيضا الرهانات والتحديات التي تواجهها موريتانيا والمخاطر المحدقة بها أيضا في المنطقة، وهو من واستقرار موريتانيا من استقرار المنطقة ككل. أطرح عليك سؤال ولكن تعقب دكتور طارق قتلاتي، من وجهة نظرك أنت كيف ترقب هذا التقارب؟ وهل تحاول الجزائر فعلا تشكيل تحالف استراتيجي في المنطقة قد تضم إليه تونس؟ لما لا؟ قد يقوي حظوظها حتى في الالتحاق بمجموعة البريكس؟ لما لا؟ كيف ترقب ذلك؟ كيف تعقب على ضيفي؟ وأختم معك لو سمحت. أنا أريد هو كل المخاوف وكل الإشكالات التي يطرحها الضيف الكريم هي مقبولة من زاوية، ولكن من زاوية أخرى أنا أطمئن لكي أقول الفاغنر أو غير الفاغنر أتت بها الجزائر بين قوسين، وأنت تعلم ماذا تقوم به اليوم فاغنر على مستوى إفريقيا. يا سيدي، الجزائر لا أتت بالفاغنر. نعم، الذي يؤمن يا دكتور. هي أتت يا دكتور غير معقول. لا كلام معقول سيدي. هي التي تؤمن لها الحدود اليوم على حدود موريتانيا وعلى حدود المغرب. تؤمن لها التراب أين تنشط. لا مضبوط على مستوى مالي. وهذا أنا خبير استراتيجي سيدي حكيم، وأنا أدري ماذا أقول. أنا على الأقل لم أطلع على أي معلومات بهذا الشأن وإلى المشاهد الكريم. طيب، وأتحفظ على هذه المعلومات. طيب أستاذ، أنا أتحفظ. طيب. الجزائر أنا أتذكر بأن فرنسا وجهت لوما شديدا إلى الجزائر على قضية الفاغنر، ويمكنك مراجعة الأجندات المرتبطة في العلاقات بين فرنسا وبين الجزائر. أنا الذي يهمنا اليوم أريد أن نتجاوز هذه النقطة لكي أقول للجميع ولكي من يشاهد قناتكم
حضراتكم المحترمة. يا سيدي، المملكة المغربية اليوم علاقاتها قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكسها أمنيا مناورات الأسد الإفريقي. علاقاتها قويا مع روسيا الاتحادية، وهي التي اليوم تشرف على إنشاء وحدتين نوويتين في منطقة أكادير وإنزغان. تربطها علاقات قوية مع الهند التي اليوم ستجعل من المملكة المغربية أكبر منتج لطاقة الهيدروجين عبر العالم. تربطها علاقات قوية مع الصين، شركاء الاقتصاديين دبلوماسيا واضحين ومعروفين، بينهم البرازيل، بينهم تركيا، بينهم إسرائيل. المملكة المغربية دولة قوية تؤمن بها كل القوى العظمى والصاعدة على مستوى العالم. وبالتالي نقول للشقيقة موريتانيا: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والجزائر أي دولة تدخلها إلا وتورطها في حروب ونزاعات، لأن عقيدتها الوحيدة هي معاداة المملكة المغربية في وحدتها الترابية للأسف. كلمة الختام، لا يمكنني أن لا أعطي لضيفي كلمة الختام، فقط تعقب باختصار شديد دكتور سليمان شيخ حمدي، وأختم معك لما قاله ضيفي. في 20 ثانية لو سمحت. أعتقد أنه أنا أتمنى أن لا تخاف المغرب من علاقات موريتانيا مع أي دولة أخرى، وأن هذا الاطمئنان الذي قال عنه ضيفك أن ينسحب على المغرب في مكانها، وأن لا تخاف من موريتانيا. واضح. أن لا تخاف من نحن أوقفنا البرلمان الأوروبي تعرف أن المغرب بلد عربي جار. شكرا.